يا حلوين، عاملين ايه؟ معاكم ميسون من قناة سموز لوك. ان شاء الله النهاردة مع بعض في حلقة جديدة مهمة جدا وشيقة جدا جدا، وفيها مفاجآت كتير قوي. تابعوا معايا الحلقة للاخر، بس لو سمحتم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس علامة الجرس دي. لو سمحتوا كل اللي يشوف الفيديو يعجبه يا ريت يدوس على العلامة دي عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وانا هوعدكم ان شاء الله ان كل فيديوهاتي هتلاقوها بتخدمكم جامد جدا وهتنفعكم في حاجات كتيرة قوي للي مهتمين بمجال العناية بالشعر والبشرة والجسم. ولايك شير سبسكرايب وفعلوا الجرس، ما تنسوش يا بنات لو سمحتوا، عشان ده بيدعمني جدا وده بيشجعني جدا وعشان اكبر بيكم. ويلا بينا نبدأ. النهاردة حلقتنا على أهم حاجة ممكن تكون بتضايق كل بنت مننا طبعا، لأن جمال المنطقة دي هي اللي بينعكس جدا وبيدينا أكتر ثقة في نفسينا، وبينعكس على الشكل الخارجي بتاعنا. هنتكلم طبعا على جمال منطقة البكيني أو المنطقة الحساسة، ازاي نقدر ان احنا نهتم بالمكان ده، ازاي نقدر نحمي المكان ده حتى لما نعالجه او حتى لو ما ظهرش فيه اي مشاكل، ازاي نقدر نهتم بيه طول وقتنا عشان ما يحصلش فيه مشكلة الاسمرار. ودي المشكلة اللي بتواجه كتير مننا او كتير من البنات. طبعا احنا قلنا ان جمال المنطقة دي بيدينا ثقة وبيدي كل بنت ثقة في نفسها عالي جدا، وده حاجة مهمة لأي بنت وأي سيدة. طبعا احنا مش لازم نخلي المنطقة دي تكون سمراء يعني بكل الأحوال. لازم تكون مهتمين جدا بان المكان ده يكون شكله حلو ويكون ريحته حلوة ويكون لونه حلو. فطبعا هنهتم جدا ازاي هنعمل ايه، ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة معانا. انا مش عايزه اطول عليكم، بس انا عايزه الاول اعرفكم ايه اكتر المشكلات اللي ممكن يكون احنا بنعملها في حياتنا واحنا مش عارفين او بنتصرفها، فبتسبب الموضوع الاسمرار ده. قبل ما اقولك تعملي ايه عشان تقدري تفتحي المكان او تقدري تخلي شكله كويس، لازم نقي نفسينا او نحمي نفسنا او يعني نتبع طرق الوقاية الصح اللي تخلي المشكلة دي ما تحصلش. اول حاجة ان انتوا لازم تحافظوا على ان تكون الملابس الداخلية بتاعتكم ما يكونش فيها الياف صناعية بوليستر وما الى ذلك، يعني لازم تكون قطن من الاخر. لازم وانتي بتشيلي الشعر لازم تكون طرق آمنة جدا، يعني موضوع الشفرات والكريمات والحاجات اللي بتشد الجلد وبتعمل التهاب وبعدين يحصل الالتهاب ده يقلب بحمار وبعدين باسمرار. ده برضو من الحاجات يا جماعة اللي بتعمل مشكلة السمار الجامد اللي بيحصل في المكان ده تحديدا، لأن المكان ده بيبقى رقيق جدا وحساس جدا. كمان المنطقة دي لما بتتعرض للرطوبة وما بنشفهاش كويس من المية، ده برضو من الحاجات اللي بتسبب لنا اسمرار المنطقة دي. جفاف الجلد، الجلد البشرة الجافة، ده من الحاجات الفظيعة او من المشاكل الفظيعة اللي احنا ما بناخدش بالنا منها، سواء بقى احنا ما بنشربش مية كتير، سواء احنا ما بنستخدمش مرطبات، وخصوصا في فصل الشتاء، حتى في فصل الصيف برضو مهم جدا ان احنا نرطب. الترطيب ده حاجة مهمة لحاجات كتير، من ضمنها ان هو بيمنع اسمرار المنطقة الحساسة. حسينا بحكة، حسينا بشوية التهاب، عندك شوية فطريات، ده برضو ان احنا نسكت على الحاجات دي من الحاجات اللي بتسبب اسمرار المنطقة دي. حصل برضو اوقات كتير جدا ناس بتتعرض للحكة وناس بتتعرض لحالة من الهرش في المكان ده نتيجة الاحتكاك ونتيجة زيادة الوزن. لما بتحصل احتكاك في المنطقة برضو، ده من الحاجات اللي بتسبب اسمرار جامد في المنطقة دي. حبيت اعرفكم على الحاجات دي ليه؟ علشان حتى لما يبقى عندك اسمرار وتعالجيه ورجعنا تاني نعمل نفس الاساليب دي او نفس الحاجات دي، هتلاقي نفسك برضو رجع تاني كأنك بتبتدي من جديد، وهتبقي محبطة جدا ومش عايزة خلاص ترجعي تعالجي المكان ده او مش هتهتمي بيه، ودي حاجة بتحسسنا بعدم ثقة، فدي حاجة مش حلوة. فلو اتبعنا الحاجات اللي انا قلت عليها دي، ان احنا نلبس قطن وان احنا نشيل الشعر بشكل امن، ان احنا دايما ننشف المكان ده ونرطبه ومنخليش فيه اي احتكاكات، صدقوني هتلاقوا الموضوع ده فرق معاكم جدا. طيب انا حبيت برضو من ضمن الحاجات اللي انا استخدمتها للمكان ده، مع مراعاة طبعا الكلام اللي انا قلته ده كله اللي فات، كريم بيزلاين. انا كنت كلمتكم قبل كده برضو في حلقة على انا يعني بحب الشركة دي لانها يعني في حاجات معينة كده فعلا نتائجها معايا كانت هايلة جدا، فلما بستخدم حاجة بصراحة بتطلع كويسة، وخصوصا ان دي مشكلة اساسية ومشكلة من قديم الازل وناس كتيرة مش عارفة لها حلول بصراحة.
فاحنا هنتكلم النهارده عن المنتج ده اللي قدامكم، اللي هو الكريم بيزلاين لتفتيح الاماكن او المنطقه الحساسه او تفتيح منطقه البikini. هنتكلم عنه يعني هل هو كويس، هل هو وحش، تجربتي معاه عامله ازاي. كل الكلام ده هخليكم تعرفوا اكتر عن المنتج وازاي تقدروا تهتموا بالمكان ده زي ما قلت لكم. فان شاء الله ده هيكون مفيد لبنات كتير جدا. طبعا احنا عارفين ان شركه بيزلاين دي بتبدأ أو بتعتمد في علاجها على النحل والخلاصات النباتية والمكونات الطبيعية، وطبعا ما فيهاش أي مواد كيماوية خالص خالص يا بنات. ودي حاجة يعني عن تجربة شخصية بجد يعني. بس يعني أنا استخدمت قبل كده عملت لكم حلقة عن مزيل عرق وعملت لكم حلقة عن غسول البشرة، وادي النهاردة الحلقة عن تفتيح أماكن البikini أو المنطقة الحساسة. فأي منتج أنا بستخدمه من الشركة دي بيعجبني، أنا بحب أتكلم عنه بصراحة. وجربوا اللي انا بقول عليه وان شاء الله باذن الله هتلاقوا الكلام مظبوط جدا، لان انا بقول لكم دايما رايي بكل شفافيه. طبعا احنا قلنا ان المنتجات بتاعتهم طبيعيه جدا وخاليه من الكيماويات تماما. طيب عندك كريم بيزلاين اللي هو بتاع تفتيح البikini ده. هنعرف مع بعض هي مكوناته عامله ازاي، مكوناته من ايه. هو بيبقى شكله عامل كده اوتومايزر، تمام. بتدوسي طبعا على هنا بينزل الكريم، وبتاخدي حته صغيره جدا لان هو بيفرش على مكانه. يعني الحته الصغيره بتقدري انك انت تستخدميها على مكان كبير، ودي برضو ميزه من المميزات اللي فيه. طبعا هو من ضمن مكوناته الاساسيه اللي موجوده في كل المنتجات هو شمع العسل اللي هو البيز واكس. وعندك كمان بيتكون من حمض اللبن اللي هو اللاكتيك اسيد، فيتامين سي اللي هو المسؤول الاساسي على التفتيح، طبعا فيتامين اي، وبي 5 فيتامين بي 5. طبعا في شويه زيوت كده حلوه برضو، زيت جوز الهند وفي زيت اللوز الحلو ده برضو مسؤول عن التفتيح، زيت سمسم، جليسرين، الالوفيرا، ورق الزيتون. كل دي من اهم المكونات الاساسيه، عشان كده بقول لكم هو مكوناته طبيعيه جدا. طيب ايه فوائد بقى الكريم ده؟ الفوائد ان هو طبعا بيشيل جلد الميت، بيوحد لون الجلد، بيدي نضاره جامده جدا للجلد، بيخلي شكله حلو، في نضاره وحلو، بيعمل على بناء الخلايا كمان بفضل عشان هو فيه فيتامين ايه، ودي حاجه برضو مهمه جدا من ضمن المكونات بتاعته. يعني بيخلي الجلد دايما يبقى فيه انسجه جديده بتتبني، فهو ده اللي بيدي شكل حلو للجلد وشكل فاتح. طبعا بيبقى فيه مرطبات لان هو فيه جليسرين زي ما قلنا برضو في المكونات، ومجموعه الزيوت دي كلها برضو بتدي ترطيب، ودي حاجه مهمه عشان عدم الاسمرار، وده اتكلمنا عليه في اول الحلقه. بيجدد البشره، ودي حاجه مهمه جدا برضو. كمان في مضادات اكسده، وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي هو المكونات اللي احنا قلنا عليها دي بيقلل من انتاج صبغه الميلانين. صبغه الميلانين دي هي اللي مسؤوله على ان الجلد تبع بيبقى اسمر او بيحصل صبار. يبقى في صبغه الميلانين دي بتفرز في الجلد علشان تدي اللون الاسمر اللي احنا ما بنحبوش خالص في شكل جلدنا. وده بقى لما الكريم ده بنستخدمه بانتظام، ده بقى بيعمل على تقليل البقع او الصبغه دي، فبيدينا اللون الحلو اللي احنا بنبقى حابين ان احنا نشوفه. طب بنستخدم الكريم ده فين؟ بنستخدمه على منطقه البيكيني، خط بيكيني كامل، وممكن كمان نستخدمه في الاندر ارم او تحت الابط. خلاص. طبعا العبوه زي ما انتم شايفينها كده هي مش كبيره قوي، بس نقطه من الكريم ده يا بنات بتفرش مكان كبير في الجسم. هي وزنها 50، حجمها 50 ملي. خلاص. لا بتقعد اكتر من شهرين 3 بصراحه، ما بتخلص بسرعه لانك ما بتحطيش كتير. هتستخدميه ازاي؟ هتنضفي المكان كويس جدا جدا، خلاص، قبل ما بتحطي الكريم طبعا. بتنشفيه كويس جدا جدا، هتدلكي الكريم كويس قوي وبالراحه، وما تاخديش كتير عشان تقعد معاكي حلو، وفي نفس الوقت الكتير ملوش لازمه، لغايه ما الجلد بيتشربه تماما. هنحطه مره ولا مرتين؟ هنحطه مرتين في اليوم. طيب لو انا مثلا عايزه ازود الفعاليه بتاعت الكريم او اوصل لنتيجه سريعه، هعمل ايه؟ هجيب اللي هو الغسول بتاع البيزلاين اللي هو ده غسول بيزلاين. ده هستخدمه قبل الكريم، هغسل بيه المنطقه كويس جدا. خلاص. برضو من نفس الشركه، هو غسول بس للمكان ده، وفي برضو مكونات طبيعيه، وبرضو في فيتامين بي، وفي فيتامين سي، وبرده في منتجات النحل هو من البيز واكس برضو. خلاص. هنغسل بيه المكان ده، او هتجيبي الصابونة برضو من بيزلاين عشان تديكي افكت قوي، خلاص، او احسن يعني. بصراحة انا جبت الغسولة ما جبتش الصابونة عشان يكون الطف على المكان.
وان احنا بنستخدمه طبعا برضو نفس الكلام، بنستخدمه بشكل يومي. هو الغسول ان احنا بنستخدم الغسول ده يوميا، مش مشكلة خالص ان احنا نستخدمه كل يوم. هو طبعا فيه نسبة مرطبات طبعا، وفيه الفيتامين سي اللي هو اللي مسؤول عن التفتيح، فبيساعد مع الكريم. طب افرض انا مش عايزه اجيب الغسول ده، مفيش اي مشكله خالص، لان انا تجربتي بقى مع الكريم وده اللي انا عايزه اكلمكم فيه. انا لما استخدمت الكريم ده اول شهر كنت بستخدمه لوحده تماما. تجربته من اول اسبوعين عجبتني بصراحه جدا. كملي لحد شهر عشان تلاقي يعني تلاقي حاجه ملحوظه او تفتيح ملحوظ. جبت الكريم ده عشان اوصل لنتيجه احسن. الغسول سوري، جبت الكريم الغسول معاه عشان اوصل لنتيجه احسن واحسن. خلاص كده. طيب سعره كام؟ هو سعره طبعا مش رخيص، سعره 200 وشويه، هو غالي. ولكن زي ما قلت لكم هو بيقعد فتره طويله جدا. طيب افرض انا بقى مش قادره ان انا اجيب الكريم ده او الغسول بتاعه، وحاسه ان هو غالي عليا، نعمل ايه؟ هقولك على شويه حاجات طبيعيه ممكن تستخدميها وان شاء الله برضو هتجيب نتيجه كويسه جدا جدا معاكي. اول وصفه معانا هنجيب عصير ليمونه. خلاص. طبعا احنا عارفين ان الليمون يا بنات بيحتوي على فيتامين سي، او فيه فيتامين سي، بيعمل على توحيد لون البشره، بيعمل على ذات الخلايا الميته، بيشيل كل الاماكن السمراء اللي في الجسم. بس طبعا الوصفات الطبيعيه دي، وهي دي المفاجاه معانا، الوصفات الطبيعيه دي بتاخد شويه وقت، فمحتاجه شويه صبر ومحتاجه شويه طولة بال. فانا بس حبيت ان انا اقول ده هديه كده مني ليكم، علشان خاطر اللي مش قادره انها تجيب الحاجات، الكريم اللي هو من بيزلاين ده بصراحه الخلاصه يعني، تقدر تستخدم الوصفات دي وان شاء الله باذن الله برضو هتلاقي نتيجه حلوه جدا جدا يعني. بس محتاجه شويه صبر ومحتاجه طولة بال، وان هي تطول بالها شويه وان هي تكمل وما تزهقش. تمام. احنا قلنا هنجيب عصير ليمونه، نص ليمونه. هنسيب العصير نص ليمونه ده هنسيبه على المكان اللي هو اللي فيه السمار لمده قد ايه؟ هنسيبه لمده 10 دقايق وهنشطفه بميه فتره. طيب انا عارفه طبعا ان في ناس كتير هتيجي تقول لا الليمون بيهيج البشره، الليمون ممكن يعمل حساسيه، ممكن يعمل احمرار، ممكن يقلب بسمار تاني. طبعا الكلام ده كله مظبوط، يعني انت لو بشرتك مش حساسه مش جافه قوي، الكلام ده كله ممكن نستخدم الليمون بمنتهى الامان ولوحده من غير اي اضافات. طيب انا لو بشرتي بقى حساسه، لو بشرتي ممكن تتهيج من الليمون او ان هي ضد الليمون، هنعمل ايه؟ هنجيب الليمونه مع نص الليمونه اللي احنا جبناها اللي كنا بنستخدمها في الاول، بس هنخلط معاها نص معلقه عسل سوري معلش يا بنات، ومعلقه صغيره من الزبادي، وهنحط الخليط ده وهنخلطهم مع بعض كويس قوي، وهنحط الخليط ده لمده 10 دقايق على المكان اللي احنا عايزين نفتحه. وبعد كده هنشطف بالميه الفتره. برضو ده من الحاجات اللي يعني نتائجها هتبقى حلوه قوي قوي. اهو انت عندك ماسك طبيعي وحاجاته ومكوناته كلها موجوده في البيت، فممكن تستخدميها على المكان ده. بس يعني نتكلم في النتيجه ان شاء الله كده بعد شهر شهر ونص نبتدي نلاحظ فرق. ممكن طبعا في ناس بتستجيب قبل كده، بس هديكم الفتره دي يعني بحيث ان انا ما اقولش مثلا 15 يوم وما تلاقيش نتيجه بعد 15 يوم فنبقى ايه، نصاب باحباط. يعني انا عارفه الاحساس ده كويس جدا. طيب افرض انا مش عايزه احط ليمون، ماليش مزاج احط ليمون، اكيد طبعا كل البيوت المصريه فيها خيار. هنجيب برضو خياره. خلاص. وطبعا احنا عارفين ان الخيار فيه فيتامين ايه، والفيتامين ده هو اللي بيتحكم في انتاج صبغه الميلانين اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي الصبغه دي اللي بتكون مسؤوله عن اسمرار الجلد. فالفيتامين ده اللي هو فيتامين ايه اللي موجود في الخيار هو اللي بيعمل على التفتيح او بيقلل من صبغه الميلانين. هنجيب عصير نص خياره. خلاص. وهنحطه على المكان اللي احنا عايزين نفتحه لمدة قد ايه؟ لمدة ربع ساعة. وبعد كده هنغسله بالمية الباردة، مش هنغسل بمية فاترة. خلاص. او برضو ممكن بالخيار نجيب نفس نص الخيارة اللي احنا عصرناها، لو عايزين نضيف عليها حاجة او نعزز الماسك ده اكتر. هنجيب نص معلقة من الخيار، نص عصير خيارة سوري، ونجيب نص معلقة من الكركم، ونحط عليها نص معلقة من عصير الليمون. والكلام ده كله هنخلطه كويس جدا مع بعضه، وهنحطه لمدة 10 دقايق على المكان اللي انا عايزة افتحه، ونشطفه بمية باردة. وبس كده. دول 2 ماسك اهو مع ممكن على فكرة اللي جايب برضو الكريم وجايب الغسول ممكن يستخدم معاه الماسكات دي، مش هتقول لا خالص على فكرة. بس انا بتكلم في حالة لو انا مش قادرة او استغليت او مش قادرة دلوقتي اجيب ال الكريم ده.
تمام. ومع الاخذ في الاعتبار ان انا لازم اراعي الحاجات اللي انا قلتها في اول الحلقه، وازاي اقدر اهتم واحافظ واقي نفسي من ان يحصل اي اسمرار للمكان ده. فانتوا دلوقتي عندكم وصفات طبيعيه للتفتيح في الاماكن دي، وعندك كريم ومنتج انا استخدمته بصراحه نتيجته معايا كويسه جدا، فعشان كده حبيت انزل لكم بالحلقه دي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب اكون افدتكم وافدت كل بنت بتعاني من المشكله دي. جربوا الوصفات اللي انا قلت عليها، جيبوا الكريم لو تقدروا، جيبوا الكريم ده واستخدموه، جربوه حقيقي مش هتندموا. وقولوا لي رايكم، قولوا لي برضو افكار لو انتوا عايزين ان انا اعمل حلقات عن منتجات معينه، ننزل يعني بنتكلم في حاجات معينه تخص اي حاجه، مثلا عنايه في البشره في الشعر في اي حاجه. انا معاكم في اي حاجه ان شاء الله، بس اهم حاجه تدعموني باللايك والشير يا بنات، وتفعلوا لي الجرس عشان القناه تكبر بيكم زي ما قلت لكم، وتدوني باور كده اقدر ان انا انزل لكم فيديوهات كتير وصفات ان شاء الله تفيدكم. وباذن الله انتظروني في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.